بس انا نفسي اعرف بيناموا ازاي، نفسي اعرف بيحطوا راسهم ويرتاحوا ازاي. ده هم في كرب شديد. بس اقولك على حاجه، بيحاولوا يحللوا لنفسهم الامر علشان يعرفوا يعيشوا. بيحاولوا يقولوا ده مال اخونا، ولو احنا سبناه هياخدوه ومراته عايزه هتاخده. اسال حضرتك على حاجه، هو كده اللي بياكل مال اليتيم او بياخد مال اليتيم يعتبر سارق؟ سارق؟ ده سارق وظالم وخاين للامانه، وواقف قدام ربنا سبحانه وتعالى في نص الايات القرانيه بيتحدى الله سبحانه وتعالى ويتحدى الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بيبقى فيه بركه في الرزق؟ لا 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 لا, لا. ما انا المال؟ قلت لحضرتك من شويه ما يبقاش في بركه، وما يبقاش في بركه في الحياه. على فكره كمان دعوته غير مستجابه، كمان عمله غير مقبول. لا اوعوا تفكروا ان إزاي؟ الجنيه طبعا إزاي؟ طبعا